ليه لسه بافتقد واحدة كانت بتعاملني بطريقة مش كويسة، مع إني عارف بعقلي إنها ما كانتش بتقدم لي حاجة بجد وما كانتش مناسبة ليا خالص؟ ليه متعلق بيها بالشكل ده؟ السؤال بشكل آخر، إزاي أقدر أموف أون؟ إنه هنا التعلق مربوط بمتعتك في الحب. البني آدم بيستمتع في العطاء أكتر من الأخذ، فهنا البني آدم بيستمتع بإن هو يحب أكتر ما يستمتع إن هو محبوب. مثال، دايما لما تيجوا تتكلموا كده من الناس اللي هتفهم الحاجة دي، الناس اللي هي مخلفة، هتلاقي إن هم مع شريك حياتهم بيبقوا مبسوطين عادي، وهم يعني في علاقه كويسه. مش بقول علاقه مش كويسه، بالعكس، العلاقه اللي ما بينهم كويسه وهم مبسوطين في علاقتهم بشريكهم، شريك الحياه بتاعهم، وانه في علاقه في بيقدم لهم اهتمام او رعايه في فتره من الفترات، بيبقوا مبسوطين. انما حجم المتعه وهم بيحبوا اطفالهم وهم بيدوهم الرعايه، هو اللي بيدي، بس هو مستمتع جدا ان هو بيراعي الانسان ده. نفس الموضوع في العلاقات، ان انت لما بتيجي تقدم حب بالنسبه لك ده بيبقى ممتع جدا. فالشخص اللي انت بتعرف تحبه، تقدم له حب وبتشوف تاثير حبك عليه وفرحته بحبك ليه او اهتمامك بيه او رعايتك ليه، ده ممتع. فانت بالتالي لو بالنسبه لك عايز تعيش ده، عايز تعيش مشاعر الحب، ان انت تاخد بالك منها، ان انت تراعيها، ان انت في كل الكلام دوت ممتع. فانت محتاج العلاقه عشان ترجع تستمتع بعطائك تاني. فبتبتدي بقى تخش في صراع دي، انا عايز اتبسط ان انا بعرف احب، في نفس الوقت انا عارف الشخص ده انا بعرف احبه، فانا عايز الشخص ده عشان اعرف احبه رغم ان انا عارف ان هو مش مناسب ليا. فانت محتاج تقبل انه خلاص دي مهاره انت بتعرف تعملها، ان انت بتعرف تحب، هتعرف تحب غيرك، فمحتاج شويه صبر.